قبل ما نبدا يا صاحبي عايزك تعرف ان الفيديو ده متعوب عليه جدا، وانك النهارده هتشوف شغل عظمه وانت بتتفرج، وده لان رجعت لكم بحكايه يونو الاسطوريه، واللي انا واثق انكم ما شفتوش حاجه زيها قبل كده في اي مكان. فمش هنرغي كتير، انا هسيبكم تشوفوا بنفسكم، وما تنسوش اللايك والكومنت المحفز، وانكم تشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، لان في شويه عظمه جايه. دايون بطل قصتنا النهارده، واحنا ما نعرفش عنه اي حاجه غير ان هو عنده 20 سنه، وانه لسه صاحي من نومه، وعنده شويه صداع هيفرتكوا دماغه، ويون مش بيكون فاهم اي حاجه، وايه المكان الغريب ده وايه اللي جابه فيه، ولكنه بيسمع صوت بنت بتنادي عليه، واللي بنعرف انها في الزنزانه اللي جنبه، والبنت دي بتقول له فوق معايا بسرعه علشان الحيطه بتتحرك وعلى وشك انها تقتلك. فيون بيقول لها نعم انت بتقولي لي ايه؟ بس فعلا لما بيجي بيبص على الحيطه بيلاقي انها فعلا طالع منها شويه خوازيق وبتتحرك ناحيته، فبيبقى يقوم بطلنا وهو بيتجنن ويحاول ان هو يشوف مخرج علشان يهرب منه. فالبنت دي بتقوم تقول له رد عليه، وبتقول له انت اهدى بس شويه واحنا هنشوف خطه سوا ونهرب بيها من المكان ده. فبطلنا بيقول لها هو انت مين اصلا وعايزه مني ايه؟ لو فاكر يعني انك دم خفيف علشان تهزري معايا هزار زي ده فانا هزعلك بجد. بس بطلنا لما بيركز على البنت دي بيلاحظ انها اصلا قاعده تعيط وواقعه في نفس المأزق اللي هو فيه، وبيلاحظ كمان ان في فاس موجوده جنبها، فبيقوم قايل لها خدي الفاس دي واكسري الشباك اللي عندك علشان تهربي منه. فبتقوم البنت رد عليه وبتقول له انا اصلا ما عنديش شبابيك. فبيقوم بطلنا ردد عليها وبيقول لها طيب خلاص ناوليني الفاس اللي عندك من الثقب اللي موجود في الحيطه ده وانا هكسر الشباك اللي عندي واجي انقذك. فبنشوف البنت متردده وبتقول له اوعدني الاول انك فعلا هتيجي تنقذني والا هنموت احنا الاتنين. فيون بيقول لها يا ست ما تخافيش انا بوعدك اهو ان فعلا هاجي انقذك. المهم ان البنت دي بتحاول انها تنول بطلنا الفاس، ولكن للاسف الثقب بيكون ضيق ومش بيقدر بطلنا انه يسحب الفاس، والتشاؤم بيبدا يسيطر على البنت. ويون بيقول لها طب اهدي بس خمسه واحكي لي ايه اللي جابك هنا. فالبنت بترد عليه وبتقول له ما اعرفش، انا كنت في رحله مع اصدقائي لحد ما مره واحده كنت نايمه وصحيت لقيت نفسي هنا نايمه على سرير معمول من الحديد. وقبل ما البنت دي تكمل كلامها يون بيقول لها استني لحظه، هو انت عندك سير حديد في الزنزانه بتاعتك؟ فبتقوم البنت قايله له ايوه وهو موجود جنبه اهو. فبطلنا بيقول لها حلو قوي، ده انا عايزك دلوقتي تكسري لي حته ماسوره من الحديد وتعديها لي من الثقب ده علشان اقدر اكسر الشباك اللي عندي بيه. فبتقوم البنت سامعه الكلام وفعلا بتعمل كده، بس بتكون مرعوبه جدا وخايفه ان يون بطلنا يضحك عليها ويهرب من غيرها. فبطلنا بيقول لها ما تقلقيش انت هتشوفي بنفسك انا هنقذك ازاي. وبينجح يون فعلا ان هو يكسر الشباك قبل فوات الاوان، وبنشوف ان الحيطه قاعده تقرب على البنت اللي بتكون خايفه وفاكره ان بطلنا هرب وسابها، فبتفضل انها تشتم فيه وعلى وشك الموت. بس مره واحده بطلنا بنلاقيه كسر السقف اللي كان معمول بالخشب ونجح ان هو ينقذ البنت دي قبل ما تتحول لصلصه مكرونه. وبيبدا يون ان هو يهديها وبيقول لها خلاص احنا دلوقتي يعتبر في امان. فبتقوم البنت دي نط عليه واخدها كده حضن مش هينساه طول عمره. المهم انها بتعرف نفسها ليون وبتقول له انا اسمي جين وانا طالبه بدرس الطب والتمريض. في الوقت ده اصلا بطلنا مش بيكون مركز معاها وبيقول لجين بقول لك ايه بص كده حواليكي. وبنتصدم كلنا لما بنشوف ان ابطالنا موجودين على جزيره كبيره جدا في نص المحيط، وحاليا يون بطلنا والبت جين بيكونوا موجودين فوق برج طويل على الجزيره. المهم ان يون بيقول لها خلينا ننزل من هنا الاول وبعدين نحاول نفهم الوضع اللي احنا فيه. وبطلنا بيشوف سلم بيوصل للارض تحت، فبنشوفه بيسبق البت جين وبينزل هو الاول، والدنيا بتكون ماشيه 10 على 10 لحد ما يون يتفاجئ ان في جزء من السلم مفقود. فبيقرر ومن غير تفكير ان هو ينط عليه علشان يتخطى الجزء ده، وفعلا بطلنا بينط ويتخطى الجزء المفقود من السلم. وساعتها بنشوفه بيكلم البنت جين وبيقول لها نط انت كمان وانا همسكك. فجين المره دي بتثق فيه على طول ومن غير اي تردد بتقوم نط على دراعه، وقبل ما بطلنا يكملوا طريقهم السلم بيتكسر وبيبدا يقع بيهم، فبيضطروا انهم يسيبوا السلم علشان يقع في البحر. وبناخد بالنا ان يون حط البت جين في حضنه وصدر هو ظهره للبحر علشان هو اللي ياخد الصدمه اول ما يخبط في الميه. وفعلا ده اللي بيحصل قدامنا. بسبب كده بيكون بطلنا اتخبط خبطه قويه جدا على دماغه بتخليه مغمى عليه. المهم ان جين بتعرف توصل ليه وبتطلعه من البحر، وبنشوفها اخدت بطلنا وسندته على البرج اللي كانوا محبوسين فيه. وجين بتاخد بالها ان في غرفه موجوده في الدور الارض، فبتقوم شايله يون ومدخله جوه المكان ده علشان تشوف اذا كان في حد
ولا لا، وبتاخد بالها ان في شخص قدامها قاعد على الكرسي، فبتبتدي انها تتكلم معاه ولكن مش بيكون في رد فعل من الشخص ده. ساعتها جين بتقوم فاتحه النور بتاع المكان علشان تتصدم ان الراجل ده عباره عن جثه اصلا وميت بقاله كتير، ومره واحده في شخص بيدخل عليها واللي بيكون من شكله باين عليه انه راجل عصابات. وده غير انه كمان بيفتح مطوه على جين وبيقول لها نزلي الواد اللي انت شايلاه ده وارجعي بظهرك. والواد ده طبعا بيقوم محاصر جين وبيقول لها احكي لي دلوقتي ايه اللي بيحصل هنا بالظبط. فجين بتقول له صدقني انا ما اعرفش اي حاجه، انا مجرد طالبه في تمريض صحيت لقيت نفسي في المكان ده. وبنشوفها بتقول له ممكن تسيبني دلوقتي اعالج الشخص اللي معايا ده. فبيقوم الراجل العصابات ده سايبها وبيقول لها فكك انت منه وانا هعالجهولك. وبنلاقي مره واحده ان الواد ده بيدوس على دراع يون وده بيخليه يصحى من الغيبوبه اللي كان فيها. وبنشوف الواد ده مثبت بطننا بالسكينه اللي معاه وبيساله اذا كان يعرف البنت دي ولا لا. وبنتصدم كلنا لما بنشوف بطلنا قاعد يعيط زي العيال الصغيره وبيقول له لا يا رجوله انا عمري ما شفت البنت دي قبل كده. وبناخد بالنا ان تصرفات بطلنا بقت جبانه شويتين عكس ما كان من شويه. وبنشوف جين بتقول له ازاي ما تعرفنيش، احنا كنا محبوسين من شويه مع بعض وساعدنا بعض علشان نهرب. فيون بيكون مستغرب بجد ومش فاهم هي بتتكلم على ايه. المهم ان راجل العصابات ده بيكون زهق منهم وبيقول لهم ما دام انتوا بجد مش عارفين حاجه فيا ريت تسمعوا كلامي من دلوقتي وتمشوا ورايا وتسمعوا الاوامر بتاعتي. في الوقت ده بيكون يون لسه قاعد يعيط ومرعوب من الموقف اللي صاع عليه، بل ده بيكون كمان لسه قاعد ينكر معرفته بالبت جين. وده اللي بيخليها واقفه ومصدومه عايزه تفهم هو ليه بيتصرف بالشكل ده، بس بتبدا تستنتج ممكن يكون فقد ذاكرته بسبب الخبطه اللي اخدها لما وقع في البحر. وده السبب ان دماغه كانت اول حاجه في جسمه خدت الصدمه من اثار الاصطدام. وبنلاقي جين بتكلم راجل العصابات وبتقول له ان يون بيتصرف بالشكل ده بسبب انه فقد جزء كبير من ذاكرته. فالواد ده مش بيكون مصدقها بس بيقول لجين انا هسيبك تعالجيه وتطمن عليه، بس لو حسيت انكم بتضحكوا عليا او عاملين عليا حوار مع بعض ساعتها هخلص عليكم. المهم ان جين بتبدا تكلم يون وتشرح له الاحداث اللي حصلت من شويه علشان تشوفه فاكرها ولا لا. بس للاسف يون مش بيكون فاكر اي حاجه وراسه بتكون وجعاه. فبيدخل رجل العصابات في النقاش اللي داير ده وبيسال بطلنا انت ايه بقى اخر حاجه فاكرها قبل ما تصحى. هنا فيون بيرد عليه وبيقول له فاكر اني كنت في الفصل عندنا مستني الاستاذ يشرح لنا الحصه. فالواد ده بيرد عليه وبيقول له انت بتقول ايه يا ابني، حصه ايه وبتاع ايه، هو انت في سنه كام اصلا. فبطلنا بيقول له انا اخر حاجه فاكرها انا كنت في 5 ابتدائي. والمدهش في كده ان بطلنا بيكون قاعد يتكلم بجد ومخلي الاتنين مصدومين جدا من تصرفاته الغريبه. المهم ان الواد ده بيقوم يبص على الجثه اللي موجوده وبنشوف ان صدر الجثه دي مكتوب عليها كود معين ولكن مفيش حد فيهم فاهم ايه معنى الرقم ده. وبنلاقي الثلاثه قاعدين ساكتين لحد ما جين فتح الكلام مع راجل العصابات هو انت اسمك ايه علشان نعرف نتكلم معاه وبالمره نعرف حكايتك. فبيرد عليها وبيقول لها انا اسمي يانج واخر حاجه فاكرها ان كنت بهرب من عصابه تانية عن طريق مركب في البحر، ولكن لما صحيت لقيت نفسي على جزيره دي وفي وسط ما الثلاثه بيتكلموا مع بعض البت جين بتاخد بالها ان في ورقه ملفوفه في ودان الجثه اللي موجوده قدامها. فبتقوم فاتحه الورقه دي وبتتفاجئ لما بنلاقيها عباره عن خريطه للجزيره اللي هم عليها. وهنا اول ما بطلنا شاف الخريطه دي بنلاقيه بيقول انا حاسس اني شفت الخريطه دي في مكان قبل كده. فيانج بيتعصب عليه وبيقول له انجز افتكر انت شفتها فين. بس للاسف بطلنا بيكون راسه وجعه ومش قادر يجمع اي حاجه ويانج بيكون على وشك ان هو يضربه، ولكن جين بتدافع عنه وبتقول ليانج هو مريض وما ينفعش تتعامل معاه كده. فيانج بيقول لها تمام ريحوا الليله دي ولما الصبح يطلع علينا ساعتها نشوف هنعمل ايه. وفعلا بينام جنب البت جين لحد ما تاني يوم جه وبنشوف يانج بيصحيه علشان يتحركوا من المكان ده ويستكشفوا الجزيره اللي هم فيها. وقبل ما يتحركوا بنلاقي يانج بيكلمهم ويقول لهم على فكره انا لسه لحد دلوقتي مش واثق فيكم وبالذات الواد اللهبل ده، فانتم من النهارده عباره عن عبيد هتسمعوا الاوامر بتاعتي من غير اي اعتراض، ولو حد فيكم فكر ان هو يعترض ساعتها هخلص عليه. ومن غير اي تردد بيضطر وقتها بطلنا وجين انهم يسمعوا كلامه علشان ما يتعرضوش لاي اذى. المهم انهم فعلا بيتحركوا في الغابه لحد ما يانج وقفهم وقال لهم ثانيه واحده وبنلاقي ان هو شاف فخ في حد عامله وبيتاكد اكيد كده ان في ناس تانية موجوده معاهم على الجزيره. المهم ان يانجو بيقول لهم خدوا بالكم من خطواتكم وبيكملوا في طريقهم. وفي وسط ما هم في الغابه بيبداوا انهم يجمعوا شويه اكل اليوم لحد ما البت جين لاحظت ان في ارنب لطيف قاعد يجري في الغابه. فبتقوم جين مناديه عليه وبتقول له اتمنى انك ترجع لحضن والدتك بكل امان وسلام. واول ما خلصت الجمله دي الارنب بيتشق بالسكينه بتاعه الواد يانج علشان يشويه وياكله وحرفيا ده اللي بجد بيعمله قدامنا. المهم ان يانج بعد ما خلص
الاكل بيقول لجين شايفه الكهف ده، عايزك تخش كده وتحضري لي سرير عشان انام عليه. فجين بتسمع الكلام وبتخش تعمل كده، وبنلاقي ان يانج ناوي على حركه خبيثه شويتين، وبنشوفه بيكلم بطلنا وبيقول له خليك انت هنا احرس المكان ده. ويانج بيقوم يدخل كده الكهف ورا البت جين، والحيوان اللي جواه بيكون مسيطر عليه. ومره واحده بنشوفه بيهجم على البت جين اللي بتفضل تعيط ومش بتكون عارفه تدافع عن نفسها. ساعتها يون يقوم بيدخل عليهم وبيحاول انه يوقف اللي بيحصل، ولكن يانج بيقوم من فوق البت جين وبيضرب بطلنا شلوت بيخليه يلف حوالين نفسه. ساعتها بطلنا بيقول له انت مفكرني اخاف منك؟ احنا المفروض اننا فريق ولازم نساعد بعض علشان نخرج من هنا. وعايز اقول لك ان كل واحد فينا هيفيد التاني في شيء معين. كمثال يعني البنت جين اللي هتقدر تعالجنا مثلا لو اتعرضنا لاي امراض او اي نوع من الاصابات. في الوقت ده يانج بيتعصب تاني على بطلنا وبيقوم يضربه من تاني وبيقول له انت شكلك نسيت نفسك علشان تفكر انك تنصحني. ويقوم يانج سيبه وماشي. وبس يا صاحبي، ده الفيديو الاول بتاع النهارده وده الجزء الاول منه. ولو عايزنا نكمل باقي الاجزاء ما تنساش تعمل لايك واشتراك، ويلا السلام.